السلام عليكم، ما تيجوا مع بعض النهارده نعمل السمك. مش هاقول لكم بقى على طريقة المحلات، لأ، طريقة أحلى من طريقة المحلات بتتبيلة وطعم وcover تحفة. بجد السمك البلطي اليومين دول من أحلى أنواع السمك اللي ممكن تاكلوها. تعالوا مع بعض نعمل التتبيلة الحلوة البسيطة اللي بجد بجد طعمها المرة دي كان خطير. أول حاجة معايا معلقتين كبار من بهارات السمك، ومعايا كمان كركم وبابريكا وشطة والملح بتاعنا والكمون طبعًا. السمك بيحب التوم الكتير، حطي يعني حبة توم كويسين، بشر بصلاية، ده بيدي وبيفرق في الطعم بطريقة رهيبة يا جماعة، بجد بيخلي طعم السمك حلو قوي. وكمان معانا حبة كرفس صغيرين، وهندق كل الكلام الحلو ده مع بعضه وهنعصر عليه ليمونة كبيرة حلوة كده. وبعد كده بقى معايا السمك هنا معايا سمك بلطي حجم متوسط، عشان طبعا انا هقليه. السمكية لازم تكون كده واقفة على حيلها وناشفة كده وعينيها بتلمع وقلبها من جوه احمر. هاعمل فيها شقوق كده لحد إيه، يعني ما أوصل للعضم من جوّه علشان خاطر التتبيلة تدخل في اللحم وطعم السمك يبقى كلّه متشرّب من التتبيلة. ما تخافيش، مش هيُقع منّه التتبيلة ولا هتتحرق ولا كل الكلام دوّة، وأنتِ شُفتِ شكل السمك في الأول كان عامل إزاي. معايا هنا معلقة هريسة كبيرة، مش عندِك هريسة حطّي قرن فلفل أخضر أو أحمر حسب ما أنتِ ما بتحبي. هنحط كمان معانا معلقتين كبار من زيت الزيتون أو من الزيت العادي، بجد بيفرق أوي زيت زيتون لو عندِك بيبقى طعمه حلو أوي، ولو ما عندكيش حطّي زيت طعمه وريحته حلوين. تمام، هنعصر بقى ليمونة كبيرة، وبُصّوا ده شكل التتبيلة خطيرة، خطيرة بجد. هنعمل بقى مساج كده للسمكة بكل التتبيلة، أهم حاجة إنِّك بُصّي تشرّبي التتبيلة للسمكة كويس أوي. السمك هنسيبه أقل حاجة في التتبيلة دي ساعتين عشان ياخد ويدي مع بعضه كده والملح يوصل له كويس. ممكن في المرحلة دي بعد ما تتبليه تلفيه في أكياس وتحطيه في الفريزر وتطلعيه تستخدميه على القلي، بيبقى حلو جدا، وكمان بتبقى التتبيلة خدت ودت فيه أكتر وبيبقى طعمه خطير بصراحة. طيب في ناس هتقول لي إحنا مثلًا ما عندناش البهارات بتاعة السمك اللي استخدمتيها في التتبيلة. هاقول لِك زوّدي كزبرة وزوّدي كمون وزوّدي ذرة ملح ليمون. ملح الليمون بيفرق أوي في طعم السمك. نيجي بقى للcover الحلو اللي إحنا عملناه على السمك كده من برّه ده، وكمان وفّرنا في الزيت وخلّينا الزيت بتاعنا ما اتحرقش بسرعة. تعالوا مع بعض نشوف عملنا إيه. جِبت علبتين، علبة فيها دقيق ما فيهوش أي حاجة خالص، والعلبة التانية فيها كوباية دقيق ونُص كوباية نشا. الكمية دي كفّت ل3 كيلو دقيق على فكرة. حطيت عليها معلقة كبيرة من الدقة اللي أنا كنت عاملاها للسمك، وحطيت كمان معلقة كركم. دوّبت كلّه مع بعضه وركنتها على جنب. جِبت بقى العلبة اللي هي فيها الدقيق بس دي، وبدأت إن أنا أعفّر السمك كلّه في الدقيق. الطريقة دي حلوة أوي وما بتهدّرش دقيق كتير، وكمان مش بتوسّخ الدنيا حواليكِ. حلوة جدًا. كل اللي أنا استخدمته في الموضوع كوبايتين دقيق ونُص كوباية نشا. قسمت الدقيق على علبتين، والنشا طبعًا حطيتها مع المادة السايلة. في ناس بتسميها تلحيسة وناس بتسميها تنبورة، بُصّوا ليها أسماء كتيرة أوي. هنحط طبعًا بعد ما نبدّر الدقيق بالسمك، هنحط بقى في التتبيلة اللي إحنا عملناها السايلة ديّة، وبعد كده نحط على النار على طول. بُصّوا أنا قليت هنا بصراحة الزيت دي كانت تاني قلية، يعني أنا هاورّيكِ شكل الزيت بعد ما قليت 3 كيلو سمك كان عامل إزاي. بجد حلو جدًا، طريقة موفّرة. مش هاقول لِك بقى الزيت هنستخدمه تاني لأ، بس على الأقل ما ملّيناش ريحة البيت دخان أو الزيت محروق أو كل الكلام ده. ده شكل السمك بعد 3 كيلو سمك، يعني أنتم متخيلين الشكل عامل إزاي. طبعًا النار تكون متوسطة ما تكونش عالية أوي علشان خاطر ما تحرقيش السمك بتاعِك. طلّعيه بقى على مصفى علشان خاطر يصفّي الزيت بتاعه كويس، وبُصّوا روعة، بجد حلو جدًا. جرّبيه، التتبيلة بجد مميزة جدًا وحلوة وبسيطة وسهلة، وإضافة البصل المبشور ليها مخلّي طعمها عالي أوي. القشر بتاعتها بُصّوا كانت ناشفة وكان اللحم من جوّه أحمر وطري. لو عجبتِك الوصفة ما تنسيش تعملي لها share كتير عشان توصل لأكبر عدد من الناس. سلام.